بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. النهارده بقى كده هنعمل غدا بسيط كده وحلو جدا، وبص في ثواني بقى خلصته كده والحمد لله. كان معايا كده ديك، كنت غسلاه ومنضفاه، وكمان بشراله كده بصلة بملح وفلفل ودعكاه بيه، وكنت شايلاه في الفريزر. ومعايا شوية كوسة كده على كام قرن فلفل، قلت اعملهم محشي، والديك ده احشيه رز كده، ونعمل النهارده كده غدا بسيط حلو ولذيذ. فجبت كده بصلة بشرتها، وحطيت كده نص كوباية رز، ما كترتش على قد الايه الكوسة. نص كوباية رز وبصلة مبشورة وملح وفلفل وشوية طماطم كده من كنت مفرزاها، وهحط لها شوية خضرة من اللي انا كنت برضو مفرزاها. كله كده ني في ني، وبيبقى طعمه حلو جدا على فكرة. المحشي الني في ني ده جميل جدا ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده، حطيت بقى الرز والطماطم والملح والفلفل البصلة المبشورة، وهحط كمان شوية خضرة كنت مفرزاهم في التلاجة في الفريزر. حط منهم شوية كده، بتبقى حلوة جدا وفريش على فكرة، وريحتها حلوة. وهقلبها كده، وهحشي بيها شوية الكوسة، وكمان كام فلفلاية، وهيتفضل كده شوية رز صغيرين هعملهم ورق عنب، وهعملهم في صينية كده وحلو قوي والحمد لله. كان عندي برضو كمان رز معمر من اليوم اللي قبله. انا كنت عاملة يعني ما شاء الله 2 طاجن. فكنت سايبة طاجن يعني لجوزي، كان جاي من السفر، ف كان جاي تاني يوم، فعملت الطاجن زيادة وزودت عليه الأكل ده، وعملت كده عزومة صغيرة كده على قدنا، وكان الأكل زي الفل ما شاء الله. جبت كده طاسة على النار، شوية زيت، معلقة سمنة بلدي، وحطيت بصلة مبشورة ومعلقة سكر كده علشان أكرمل البصل، وأعمل شوية رز كده صغيرين أحشي بيه الديك، علشان البصلة كده تتكرمل وتدي طعم حلو جدا للرز. فغسلت برضو شوية من الرز كده صغيرين، يعني ربع كوباية على قد حشوة الديك. و ده ديك بلدي كنت انا مربياه، لو انتوا فاكرين كنت جايبه معاكم كتاكيت صغيره كده وكام بطه. فده اول حاجه كده من الفراخ ما شاء الله كبرت. وده كده اول ما ذبحت الديك ده ما شاء الله كان حلو جدا. فالحاجات دي بتبقى حلوة جدا في البيت، وخير كده في اي وقت عايزة تذبحي بتلاقي يعني في البيت. فقلت بقى احشي كده ونتغدى بيه النهارده. فحطيت كده الرز وملح وفلفل، واهم حاجة شوية من القرفة، وبهارات اللحمة، او اللي هي ال7 بهارات، وشوية ملح وشوية فلفل. وهقلب بقى كده، واحط شوية من المية واسيبه يستوي نص سوا علشان احشي بيه الفرخ. بس كده احط له شويه ميه واغطيه بقى لحد ما يستوي نص سوا، وبعد كده هبدا احشي بيه الديك. اه، هوطي عليه بقى يعني يشرب، واوطي عليه شويه، وبعد كده اسيبه يبرد، وبعد كده احشي بيه. هنا كنت حشيت الكوسه، وزي ما قلت لكم فاضل كام حبه رز. حشيت كده كام صبع محشي، وحطيت كده واحد مرق دجاج. ده خضار، بحب الخضار جدا مع المحشي. وهحط كده شقشاق من المية السخنة، وكان في كمان صلصة كنت حاطها فيه فضلا من الحشو، فكده تمام قوي وما خدش مية تانية. هنا كنت حشيت الديك كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، بقى كده كبير كده ومقلوظ. عندي بقى كده كبدة هحطها كده سد بيها الفتحة دي. هو كده كده ولا هيحصل له اي حاجة، ولا هينزل رز ولا اي حاجة ما شاء الله. وكان هنا مسدود كمان اهوت، وكان زي الفل حشيته كده. وكان زي ما قلت لكم مدعوك كده بملح وفلفل ببصلة، كان طعمه جميل جدا عشان كان بقاله اسبوع في التلاجة، فشارب من التتبيلة. ميه كده على النار كانت بتغلي،
حطيت بصله وطماطمايه وورق لورا ومستكه وحبهان وكمان كوبيبه صيني، ونزلت كده بالديك وعلى ظهره، وبعد كده هنزل بيه يعني ايه على بطنه. احط له بقى الملح والفلفل وهغطي عليه واسيبه يستوي براحته. هو كمان ما اخدش سوا مني علشان هو ديك صغير، فاستوى بسرعه وكان زي السكر ما شاء الله. حطيت له الملح والفلفل وهسيبه بقى يستوي علشان اعمل شويه لسان عصفور لابني، كان عايز لسان عصفور فهعمل له شويه لسان عصفور. اكلنا النهارده بسيط وخفيف طعمه حلو جدا. كان كده المحشي استوى خلاص. كنت هحطه تحت الشوايه ياخد لون بصراحه، عشان احنا مش بنحب الكوسه غير تحت الشوايه كده تاخد لون كده ذهبي حلو. بس بصراحه ما لحقتش فغرفت كده على طول. عملت كده شويه من لسان العصفور بشوربه الديك البلدي، و مرضتش اعمل بقى ملوخيه عشان كنت لسه عاملاها، فعملت شويه لسان عصفور كده والمحشي. وكان عندي كام واحدة ممبار طلعتها برضو. تعرفين بقى اي حد كده جوزها مسافر بيجي كل فترة، بصراحة مش بحب اكل حاجة غير لما اخش لجوزي منها، فكنت حيشاله برضو ممبار، كنت حاشاه وحطاه في الفريزر، طلعته بقى حمرته. وزي ما قلت لكم طاجن الرز المعمر باللحمة كنت حيشاله برضو عشان كنت عاملاها قبلها بيوم. والممبار زي ما قلت لكم حمرته مع الديك والمحشي وشوربة لسان العصفور. وكان النهارده الغدا ما شاء الله زي الفل. فعملت كده شوية لسان عصفور صغيرين كده عشان ابني بيحبه جنب المحشي. وعملت النهارده لكل واحد طلبه بصراحة، و ويومه بيعدي يعني الحمد لله. فعملت كده شوية رز قصدي لسان عصفور ياخد غلوة كده، وهطف عليه بقى عشان يستوي يكمل سواه مع الشوربة كده. هنا كان الديك كده طلع ما شاء الله استوى. احطه في القلاية بمعلقة سمنة بلدي كده يحمر. وزي ما قلت لكم هحط برضو الممبار في القلاية، مش هحمره في الزيت اهو زي ما انتوا شايفين كده. كنت حاشاهم له في الفريزر فطلعتهم يفكوا كده، وبعد كده هحمرهم على طول بس كده. وهحضر الغدا على طول. زي ما قلت لكم ما لحقتش احمر الكوسه، فده اللي غرفته الاول اهو. وكان الطاجن بيسخن وهغرفه برضو. فده كان غدا النهارده، لسان عصفور كده وممبار ويديك المحشي كده رز والكوسه وطاجن الرز المعمر. وده كان غدانا النهارده، حاجه بسيطه كده وعزومه على قدنا كده بسيطه. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزل. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.